هو ايه يا جماعة، محدش بيكمل الحدوتة ليه؟ جماهير الزمالك وقفت ان هي تسمعنا بقى الحدوتة. يعني الخبر اللي طلع من يومين اصلا ان الزمالك اللي خد عقوبة من الفيفا عشان قضية صلاح مصدق، ان هو خد ايقاف فترتين قيد. وفي الاول كله كان طبعا بينفي من جماهير الزمالك واعلاميين الزمالك، مش عارف ليه بصراحة، يعني من الخبر اصلا على موقع الفيفا. بعدين كله خلاص اقتنع، او كله سلم بالامر الواقع. والغريب اصلا ان كله اصلا بيقولك ان الزمالك بيتحارب عشان هو خد الدوري. مش طب هي الفيفا تحارب الزمالك ليه عشان خد الدوري يعني؟ ايه المشكله مع الزمالك يعني عند الفيفا يعني؟ قضايا، بس ايه المشكله الشخصيه يعني؟ كله يقولك عشان الزمالك خد الدوري فكله بيحارب الزمالك. ليه ما فيش اقتناع دايما ان في غلط، ان في مشكله مع الاداره، ان الاداره ضيعت حق النادي؟ يعني صلاح مصدق ده المفروض كان ياخد بس كل اللي عايزه كله، تقريبا 40,000 دولار. محدش عبره، فبقت قضية كبيرة بقى ووصلت 800,000 دولار وفي إيقاف فترتين قيد ومعرفش ايه. وفي الآخر يقولك الزمالك بيتحارب. ما لو حد بيحارب الزمالك يبقى هي إدارة الزمالك أصلا. لكن هو هل مثلا الأهلي ليه دخل في كده؟ يعني مثلا إدارة الأهلي قالت للزمالك، إدارة الزمالك ما تديش فلوس للاعب؟ حاجات غريبة يا جماعة. يعني جماهير الزمالك اللي بيقولوا عليهم إن هم صفوة، وهم اكتر ناس بتفهم في الكورة واكتر ناس بتفهم في كل حاجة ومعرفش ايه وايه، وكلام ما بيخلص، بقى بيصدقوا الكلام ده. مين بيحارب الزمالك في موضوع زي كده؟ مين بيحارب الزمالك في ان هو عليه 17 قضية ايقاف 17 قضية في الفيفا عشان الفلوس المتأخرة عليه للعيبة والمدربين؟ مش هي إدارات الزمالك، وخصوصا الإدارة الموجودة. فالمفروض انت عندك مشكلة تبقى مع مشكلة مع إدارة ناديك، مش مشكلة مع الناس التانية. كل ما حد يتكلم يقولك الاهلي عايز يخش ابطال افريقيا على حساب الزمالك فبيعمل مشاكل معرفش ايه. طب انت حليت مشاكلك اصلا عشان تدور على الاهلي؟ يعني انت فكرت اصلا تحل المشاكل اللي عندك؟ لكن لا، كل الكلام من على الاهلي. الاهلي هو اللي عمل، الاهلي هو اللي مش عايز الزمالك يشارك، الاهلي معرفش ايه، الاهلي ايه. يعني تقريبا قناة الزمالك نفسها يعني 90% معمولة عشان الاهلي. مفيش حاجة كده يا جماعة، ركزوا مع النادي بتاعكم اصلا.